يا مساء الفل، يلا بينا نعمل طريقة السمك ازاي نطلعه كريسبي وازاي القشرة تكون لازقة عليه ما تفكش منه، ولما نطلعه من الزيت ما يكونش طري، يكون مقرمش جدا بتتبيلة حلوة جدا. يلا بينا بسرعة نبدأ في الوصفة. اول حاجة هنا معانا السمك، طبعا ده سمك فيليه اي نوع ممكن تجيبوه او اي نوع انتوا بتحبوه، قشر بياض، سمك بولتي، سمك بياض، اي نوع فيليه انتوا بتحبوه ينفع بالطريقه ديت. هنجيبه بقى ونقطعه شرايح كده بالطول زي ما انتوا شايفين. طبعا هنا احنا غاسلينه كويس جدا ومصفيينه. معانا بقى التتبيله، عصير ليمون، ومعانا كام فص من الثوم، كزبره وبهارات سمك، وكمان كمون وملح وفلفل اسود، ومعانا شويه صغيرين من الكركم. هنقلب بقى كده كل الكلام ده كده مع بعض كويس جدا. عايزين السمك يتغلف كويس جدا بالتتبيله ديت، عايزين كل قطعه سمك تكون متغلفه كده زي ما انتوا شايفين. هنسيبه بقى في التلاجة لمدة ساعة او ساعتين علشان يتبل كويس ويكون حايق وشارب من التتبيله. هنا بقى معانا 4 كوبايات من الدقيق، وهننزل بنفس البهارات اللي احنا ضفناها على السمك هنضيفها على الدقيق. هنا هنقلب البهارات كويس جدا. بعد كده هنقسم هنا الدقيق نصين، يعني كوبايتين نحطهم في العلبة وكوبايتين نسيبهم زي ما هما. وهنجيب بقى هنا كوبايتين من المية او كوبايه، بص على حسب بقى، يعني انتوا تبداوا تقلبوا كده لحد لما يكون كده زي ما انتوا شايفين. هو ده القوام كده المظبوط جدا، ما يكونش تقيل قوي ما يكونش خفيف قوي. يعني هتضيفوا كوبايه الاول، بعد كده تقلبوا، لقيتوه تقيل ممكن تخففوه شويه لحد ما يوصل للقوام انتوا شايفينه. هنا بقى انا خرجت السمك من التلاجة اتبل كويس جدا. هننزله بقى في الخليط اللي احنا جهزناه، ولازم نصفيه كويس جدا عشان ما يكونش عجين من جوه. احنا عايزينه بس متغلف كده بالخليط انتوا شايفينه. بعد كده هنرجع بيه تاني في الدقيق. هنعمل بقى كده كمية حلوة. بعد كده هنغطيه، تكون العلبة انت تستخدموها يكون لها غطا عشان تفضلوا ترجوها كده، يعني مدة مثلا دقيقتين لحد لما يتغلف كله ويعمل بقى الشكل انتوا شايفين دوت. هنا معانا زيت سخن، هننزل بالسمك. لما ياخد لون من تحت هنقلبه ياخد لون من الناحية التانية، بس ما نقلبوش خالص عشان ما يتهريش معانا الا لما ياخد لون من تحت الاول. بعد كده نبدأ نقلبه الناحية التانية. لو عايزينه بقى مقرمش لاخر لحظه تكونوا بتاكلوه فيها، طلعوه على مصفى، يعني ما تطلعوش على مناديل. بس تبقى واخد شكل كده بتاع الرجه الحلوه، مقرمش جدا بجد خطير. ممكن بقى تعملوه جنبيه كده شويه رز صياديه وشويه طحينه، او ممكن تاكلوه بالعيش وعصره ليمونه. بجد خطير، جربوه بالطريقه ديت. ولو لكم مش بيحبوه خالص السمك، لازم هياكلوه بالطريقه دي، طعمه يجنن. سلام.